السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا هنعمل صينية المسقعة الجميلة الحلوة الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت. بس عايزة اقول لكم على حاجة، احنا هنعملها كده بطريقة غريبة شوية، يعني مش هنعملها بلحمة مفرومة. احنا هنعملها النهاردة اقول لكم بايه دلوقتي. بس انا عايزة منكم اللايك كده، وعايزة منكم الكومنت الحلو اللي بتقولوهولي. ربنا يساعدكم، انتوا اللي بتشجعوني بصراحة ان انزل فيديوهات. ومش عارفة اقول لكم ايه، يعني في ناس كده حبايبي كده بقالهم كتير ما بيعلقوش، فانا زعلانة عشانهم، مش زعلانة ان هم ما بيعلقوليش. انا زعلانة ان هم يعني لو هم بينزلوا فيديوهات كان زمان الاشعارات بتاعتهم بتوصل لي. فانا عايزين كده نبقى متحمسين يعني كده وننزل فيديوهات كتيرة، يعني تحدي بقى. انا بعمل على قد ما اقدر يعني فسامحوني. فانا بقول لكم، انا بحب اقطع البتنجان كده، بغسله وبعدين بروح مقطعاه اللي هو بالطول كده، ولو طويل بقطعه من نصين. مسامحوني على صوتي علشان انا برضو الايام دي بعمل كده شوية حاجات بسيطة كده في المطبخ، هبقى انزلها لكم باذن الله. فتعبانة قوي الايام دي، عمالة اعمل انا لوحدي. فالله المستعان، يعني ربنا يعين الكل يا رب. باحب انزل لكم فيديوهات بس متنوعة يعني. هنا باقول لكم بقى هي المفاجأة. انا كنت طبعا جايبة في المشتريات في اول الشهر الفرختين اللي انا قلت لكم عليهم، وكنت جايبة كبد وقوانص. غسلت الكبد والقوانص لوحدها، وقطعتها زي ما انتم شايفين كده، على اساس ان انا كنت اعملها يا اما سندوتشات، لا اما اعملها في يعني ادخلها في اكلي يعني. فانا قلت النهارده هدخلها في المسقعة بقى، تغيير كده هدخلها في المسقعة. مش طبعًا مش هاحط دهون خالص، هاخلّيها هي طبعًا أنا غاسلاها كويس جدًا، جدًا فوق ما تتخيّلوا. يعني حاطة لها ليمون، وحاطة لها دقيق، وحاطة لها غاسلاها غسلة يعني بما يرضي الله يعني. فبالنسبة للغسيل إحنا غاسلينها كويس أوي. بالنسبة للي هي الدهون، أنا مخلّية فيها دهون كده شوية، علشان أنا مش هاحط سمنة خالص فيها يعني، هاخلّيها هي تنزّل السمنة، وخلّيت الكبدة لوحدها والقوانص لوحدها. علشان لمّا آجي أعملها مرّة تانية مثلًا والّا حاجة، أعمل ده ربع، يعتبر ربع كيلو. فلمّا أعمل الساندوتشات والّا أي حاجة، أسوّي القوانص كويس الأول، وبعدين أحط عليها الكبدة، ما بتاخدش وقت خالص. يعني ممكن نعمل نفس الطريقة اللي إحنا بنعملها دي، بس نعملها ساندوتشات مثلًا كده سريعة، جنبها حبّة سلطة، مكرونة. أنا هاعمل النهارده مكرونة جنب المسقعة. في ناس بيستغربوا يعني إن في ناس ما بياكلوش المكرونة جنب المسقعة. بس أنا بصراحة باحب كده يعني أغيّر وأنوّع شوية. والمكرونة هاقول لكم على طريقة كده يعني إن إحنا بنعملها، مش هنحطها تحت المَيّة خالص. حمّرت كده البتنجان، وأنتِ بتعملي بقى باغسل المواعين، وزي ما باقول لكم كده في حاجات كده في المطبخ باعملها، بس أنا مش عايزة أجيب لكم الكواليس بتاعتها يعني، فاخلّيها مفاجأة إن شاء الله. والله المستعان، والله العظيم أنا باسجل لكم الفيديو ده وأنا فعلًا والله رجلي ما قادرة أقف عليها، بس إيه باحاول على قد ما أقدر إن أنا أنزّل لكم الفيديو كده علشان آآ يعني تدعوا لي دعوة حلوة، وفي نفس الوقت كده ألاقيكم يعني نشجّع بعضينا يعني. أنا زعلانة والله على القنوات اللي ما بتنزّلش دي. نزّلوا يا جماعة فيديوهات، عايزين كده على قد ما نقدر. الشتا مش هتخلّينا إن إحنا منصورش يعني. آآ بس ف عشان نرغي شوية مع بعضينا يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طول ما إحنا كده أهوّة نذكر نقول استغفر الله العظيم، نستغفر ربنا كتير. في أخت كده حبيبتي من القنوات يعني، كلماتها كده جميلة جدًا. أنا باحب أوي، أوي، أوي يعني إن أنا يعني أقرا عن الصحابة، وعن عن ال عن يعني كده عن الحاجات الجميلة دي. أنا مقطّعة هنا على فكرة طماطم، مقشّراها ومقطّعاها خرّطاها كده، ومخرّطاها معاها قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي. بس وده تومة وحطيت خل، كأنِك بتعملي دقة كده بتاعة الكشري. ليه بقى؟ علشان الخل ده
بيمتص كل لو في أي دهون في المسقعة، بيمتص أي دهون فيها، بتبقى جميلة جدًا. الدقة دي أنا عاملاها كده للآخر، أنا بقى عملت الكبد والقوانص وحطيتها في النُص كأنها لحمة مفرومة كده يعني، كأنها زي اللحمة المفرومة بالضبط، بس طلعت تحفة جميلة جدًا. عمّالين ناكل بناكل فيها أهوّة لحد ما أخلّص بس اللي ورايا كده في المطبخ، وبإذن الله بقى نبقى ننزّل أكل تاني يعني، نعمل أكلات تانية. آآ طبعًا كنا منزّلين بقى قبل كده ال 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 إحنا كنا عاملين عدس مش كده؟ العدس خلص، فإحنا بقى دخلنا كده في المسقعة. الحاجات دي على فكرة جميلة جدًا، بتبقى حلوة وفي نفس الوقت كمان موفّرة كده، بتوفّر. يعني الصينية دي ممكن تقعد معانا مثلًا 3 أيام أو يومين حسب الأسرة يعني. فلمّا بتقعد الأكلة دي بتبقى عندِك أكل كده وموجود وحلو يعني، حتى لو تاني يوم المكرونة خلصت في نفس اليوم، تاني يوم ناكلها بالعيش وجنبيها مخلل وكده وما فيش أي مشكلة. أنا حاسة إن الفيديوهات بتاعتي مش عاجباكم مش كده؟ وحشتوني والله العظيم يا جماعة، والله وحشتوني جدًا، وحشني كلماتكم الجميلة. وفي إخوات كده من بلاد أوروبية كده دخلوا، برضه شرفتوني ونورتوني، وطبعًا هُم بيترجموا الكلام يعني، فربنا يعني يكرمهم. أمّا بنخش عند بعضينا كده وبنلاقي في قنوات حلوة بتخش برضه هُم القنوات برضه اللي عندهم بيخشوا عندنا، فإحنا بنتشرف بيهم يعني. وبنفكّر وبنذكّر نفسنا بالحاجات الجميلة اللي إحنا بنعملها، يعني بنعمل الحاجات يعني نغيّر كده ونعمل حاجات جديدة بإذن الله، عشان نستفاد من بعضينا. الدنيا شتا بقى وإيه، وطبعًا القعدات قدّام الفيديو التليفونات بتبقى أكتر. بُصّوا بقى أنا هاصفّيها كده، هاحط الغطا وأصفّيها في الحوض وأرجع لكم تاني، مش هاعمل فيها أي حاجة، لا أحطها تحت مَيّة ولا أي حاجة خالص. واسيبها كده تتشرب شوية في حبة المَيّة الصغننين اللي هي فيها دي، طبعًا أنا حاطة لها ملح ومش حاطة لها زيت. اتعملت كده المكرونة من غير زيت، فأنا هاحط كده المكرونة، وطبعًا المسقعة برضه ما فيهاش يعني ما فيهاش زيت خالص غير اللي إحنا حمّرناه فيه، فما فيهاش دهون كتيرة يعني. ال الكبد والكبدة قصدي القوانص طبعًا نزّلت. بُصّوا مش هتلاقوا حتى الخل بقى بيمتص كل الحاجات دي، يعني ما بيخلّيش خالص دهون. طعمها ريحتها جميلة جدًا تحفة، ما خدتش معانا وقت، خلّصناها كده على طول. طبعًا إيه بقى خلاص إحنا كده هنحط وناكل إحنا، ويا رب يكرمكم. باحبكم جدًا في الله وشرفتوني ونورتوني، ومستنية لايكاتكم وتعليقاتكم وكلامكم الجميل، بتسعدوني بكلامكم. ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني يا رب. مع ألف سلامة وفي رعاية الله. وما تنسوش بقى تدعمونا كده وندعم بعضينا وندعي لبعضينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.